في اليمن أحكم مسلحو جماعة الحوثي سيطرتهم على منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء، وفجروا أكبر دار للقرآن في المنطقة، كما فجروا منازل لعدد من خصومهم القبليين والسياسيين رغم توقيع اتفاق للسلام مع وجهاء القبائل في المنطقة. جاء ذلك بينما تعرض الحوثيون في منطقة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن لهجمات شنها مقاتلو القاعدة وقبائل متحالفة معهم. خارطة مديرية أرحب والتي تبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة اليمنية صنعاء كانت وما زالت محط اهتمام جغرافي وعسكري لمن يحكم العاصمة، فبالإضافة إلى كونها مطلة على كثير من الجبال داخل العاصمة ومطار صنعاء الدولي وتشكل حزاما أمنيا لها، فإنها تعد ممرا أمنيا وعسكريا وإمداديا على محافظات الشرق وشمال الشمال، وهي الجوف ومأرب وعمران وصعدة القريبة من حدود المملكة العربية السعودية. خبراء عسكريون يقولون إن حرص الحوثيين بالتحالف مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على السيطرة على أرحب جاء بسبب وجود ألوية عسكرية وقاعدة لإطلاق الصواريخ في المنطقة. لكن الملمح الأبرز لحضور الحوثيين وصالح تمثل في عملية الانتقام والثأر التي طالت شيوخ قبائل في أرحب وقيادات في حزب الإصلاح باستهداف منازلهم واستهداف دور للقرآن الكريم ومقار لحزب الإصلاح نفسه. بررها الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام بأنها مواجهات مع عناصر تكفيرية وعناصر تتبع القاعدة بالتعاون مع الجيش كما قال. ما حدث في أرحب ضد قيادات ومقار حزب الإصلاح جاء بعد أيام من بيانين أصدرتهما جماعة الحوثي وحزب الإصلاح بالتزامن بعد زيارة القياديين في الحزب زيد الشامي وسعيد شمسان إلى صعدة للقاء عبد الملك الحوثي. أسفر اللقاء عن حديث حول طي صفحة الماضي وبدء تفاهم واتفاق، الأمر الذي فاجأ كثيرا من المراقبين خاصة في ظل استمرار الحوثيين في استهداف الإصلاح وقياداته في إب وتعز ورداع والحديدة وصنعاء وغيرها من المناطق. وفي ظل غياب أي مقاومة في مواجهة الحوثي وسيطرته على المؤسسات الأمنية والعسكرية في محافظات شمال الشمال وصنعاء واحتكاره للقوات الجوية وحركة الطيران، تتنامى عمليات تنظيم القاعدة الذي ينفذ عمليات في رداع سقط فيها مئات من مسلحي الحوثي خلال الشهرين الماضيين. وأكد نصر الآنسي القيادي في القاعدة في تصريحات أخيرة بأن الحوثيين خسروا الآلاف من أنصارهم في حربهم مع القاعدة، متهما إياهم بالتنسيق مع أمريكا في حربها مع التنظيم. غياب الدولة وسيطرة الحوثيين عليها بدا واضحا للعيان، فالحوثيون عزلوا محافظ عمران ومضوا في إجراءات إقالة محافظ الحديدة غرب البلاد وتعيين محافظين لصنعاء وذمار، ويتوسعون بقوة السلاح باعتبارهم الحاكم الوحيد للبلاد. وقد أعرب القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح زيد بن علي الشامي عضو لجنة الوساطة مع الحوثيين أعرب عن أسفه مما وصفها بالاعتداءات التي قامت بها الجماعة في مديرية أرحب. وقال الشامي في بيان له إن دخول الحوثيين لأرحب وتفجير المساجد ومنازل الإصلاحيين فاجأت الجميع، إذ أتت رغم الاتفاق عبر جهود لجنة الوساطة على تجنب الصراع. وعبر الشامي في بيانه عن خيبة أمله لما يجري على أرض الواقع بعد إبداء حسن الظن وتأييد خطوات التقارب بين أطراف الأزمة اليمنية.